الزمالك والمصري تعادل سلبي غير مستحق، وهقول لكم ليه غير مستحق. الزمالك لعب حلو قوي 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 قوي، ولكن تعالى من الدقيقه مثلا كده 60 وفي عندك 4 لعيبه وقعوا بدنيا، وقعوا كل حاجه. طب المدرب شايف الكلام ده؟ لا، انا ما عنديش اي مدرب بره، المدرب بتاعي ما بيشوفش، المدرب بتاعي مش موجود اساسا. زي ما قلت لك من اول الدقيقه 60 المفروض في 3 على الاقل يتبدلوا، 3 رسمي. تمام، هل المدرب بدل حد؟ لا والله، اصل مش فاضي بدل، انا مش شايف الماتش اساسا. طيب تعالى بقى، اول واحد المفروض يتبدل من الدقيقه 60 مصطفى شلبي. تمام، بعديها على طول دونجا مش قادر وبيباصي غلط ومش قادر، خلاص تعب، باين انه تعب، لا هسيبه. محمد حمدي الظهير النهارده اللي بيلعب باك ما لعبش ولا رفعه طوال ال 90 دقيقه، ما قدمش اساسا. تمام، المدرب ما عنديش مدرب، الزمالك ما بيدربوش اي مدرب، الزمالك بيلعب بركاوي من الاخر. المدرب مش موجود، مش قاري الملعب، مش شايف، تبديلاته متاخره 90 دقيقه. ايمن عبد العزيز لقطه، بس انا عايز اعرف اللقطه اللي انت خدت فيها انذار، انت جاي بتعترض على الحكم ليه في اللقطه اللي الغاء الهدف بتاع ناصر منسي؟ الهدف جميل جدا ولكن جت في ايديك، رايح تعترض على ايه؟ اي اعتراض وخلاص، مثلا عشان نقول انت حلو يعني وامور وجميل يعني. تمام، الزمالك بيبدا التشكيله بعواد، حمدي، حسام، الزناري، صلاح مصدق، عمر جابر. الزمالك انت ليه بتلعب 5؟ يعني فهمني يا حضره المدرب المحترم، ليه بتلعب 5؟ ليه طلعت ناصر منسي؟ اول ما نزلت المعلم الكبير المهاجم سيف الجزيري، ما بقاش عندك خطوره هجوميه بالمره. سيف الجزيري يعني بجد والله الموسم ده صفر بجد. طيب تبديلاتك، طلعت شلبي في الدقيقه 88، مين هينزل يعمل؟ محمد عاطف ليه ما ينزلش من بدري؟ طالما انت عندك الراجل جاهز ليه ما ينزلش من بدري؟ منزل ايشو في نص الملعب يعمل ايه؟ عرفني يعني. طب هتنزل ايشو، طلع دونجا ونزل ايشو وطلع مثلا يعني لو انت عايز تنزل مهاجم تاني نزل حسام اشرف، منزل سيف الجزيري يعمل ايه بجد والله؟ عشان احنا اتخنقنا. انت ليه سايب مصطفى شلبي لغايه الدقيقه 80 ولا 88؟ بيعمل لك كعوب غلط، بيباصي غلط، مش قادر يجري، مش عارف يعدي 1 على 1، مش عارف يعمل اي خطوره من الجبهه، ورغم كده سايبه. بتلعبه من اول الماتش كمهاجم او ورا المهاجم. اخطاء، ده انا هقول لك على اخطاء بالجمله. عبد الله السعيد حط وينج في اول الماتش لغايه الدقيقه مثلا حاجه 55 ورحت لا نقله لنص الملعب تاني، منزل ناصر ماهر متاخر، ومطلع ناصر منسي. ليه فهمها لي والله. انت شايف حاجه احنا مش شايفينها؟ الزمالك بلا مدرب، الزمالك عنده تيم حلو والله، التيم اللي موجود ده يكسب والتيم اللي موجود ده يلعب. اول ما طلعت ناصر منسي انت ما عندكش اي خطوره هجوميه بالمره. تمام، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي جدد تعاقد مع مصطفى شلبي. لو ميدو اللي عمل الكلام ده فانت لا تفقه شيء. احمد حسام ميدو، انت شايف حاجه احنا مش شايفينها؟ قول لنا انت شايف حاجه احنا مش شايفينها كالناس كلها، اي حد بيتفرج على كوره. ايه المميز في مصطفى شلبي عشان يفضل في الارض؟ ايه المميز يعني؟ ايه الميزه اللي في مصطفى شلبي عشان يفضل موجود في الارض؟ مفيش ميزه. بيصوب؟ لا. بيباصي حلو؟ لا. بيشوط؟ لا. بيعمل ايه؟ لا ما بيعرفش. بيجري؟ طيب بيقطع على؟ لا مفيش. تمام، لو هنقيم اللعيبه، عواد هياخد 9/10، ده عواد. حمدي 2، ده مفيش ولا رفعه عملها طول الماتش. حسام عبد المجيد 6، مش وحش، لاعب كويس النهارده. الزناري 6، كويس جدا. صلاح مصدق نفس الكلام، 7/10. صلاح مصدق عنده روح. عواد كل ما يمسك الكوره يقول لهم اجروا، مش مفيش، اللعيبه متنحه، نجري ليه؟ عشان نكسب، عشان نجيب جول. لا مش قادر والله، مش قادرين. انت ما خدتوش بالكم انتوا من اللقطه دي؟ اكيد خدتوا بالكم، اللعيبه مش عايز تجري، اللعيبه تعبت، والمدرب اللي بره مش موجود، سايبهم برضه في الارض، هم اللي هيجروا برضه. يا عم هم مش قادرين، انا هسيبهم برضه، هم يكملوا. عمر جابر ما جاش النهارده بجد صفر. بيرفع رفعات غريبه، بترفع لبره، كل رفعه تجيلك ترفعها لبره مش ترفعها لجوه. دونجا 3/10. وكرمك والله انا مش عارف مستواك ليه بينزل، مش فاهمك.
معكش حد في نص الملعب، ده انت معاك محمد شحاته الواد واكل نفسه. شحاته 8 من 10. ناصر منسي 9 من 10 بجد، 10 على 10. سيف الجزيري سالب 2. شوف عمرك شفت سيف الجزيري سالب 2؟ مش مهاجم. انا مش شايفك مهاجم. طلعوه اعاره بقى، مشوه، اعملوا اي حاجه، انتوا كده اداره فاشله اساسا. ايشو ما لحقش اقيمه في ايه، ما لحقش ايشو. ناصر ماهر نزل مختفي، الراجل نزل مختفي لان معهوش حد بيجري جوه، معهوش حد. انت سايبه منزل ناصر ماهر وسيف الجزيري، يلا اجروا جوه، اجروا جوه وسط ال20 اللي هناك، يلا يلا يا حبيبي اجري انت وهو. يعني ناصر ماهر ما قيمش، ما لسه ما لحقش يعمل حاجه، ما لحقش يعمل حاجه بجد يعني. فالمدرب مش موجود. مش موجود. المدرب ده مش بتاع مكسب، المدرب ده جاي يتعادل، المدرب ده جاي يعمل تعادلات بس. يعني مش عارف هل في غلط في اللي انا قلته؟ لا. طب امتى الزمالك يبدا يجيب اهداف؟ لما تعتمد معلش على حسام اشرف شويه، اللي انت ركنته بره دكه. ناصر ماهر اللي انت فقدت 90% من مستواه معاك. بدل ما تعتمد وتكمل مع ناصر منسي الماتش، عندي مهاجم بيجري وبيقطع وبيعمل حاجات كتير، لا 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 طلعه. هنزل مين؟ سيف الجزيري. سيف الجزيري طب قادر يجري؟ لا لا مش قادر يجري، بس هنزله. هو بيعمل اي حاجه؟ لا. مصطفى شلبي مش قادر يجري، مش قادر يجري من بعد الدقيقه 60، لا لا هفضل سايبه برده. دونجا مش قادر يجري من الدقيقه 60 برده، هفضل سايبه. انا عارف انا بعمل ايه كمدرب. ارحمونا ارحمونا بجد، عايزين نشوف كوره. الكوره كانت حلوه قوي مع ناصر منسي لغايه ما طلع ومفيش ماتش، والماتش بقت هرجله بتتلعب في الارض.